فضلا وليس أمرا ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك. شكرا للزميل ماجد الشجعي. تحية طيبة مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان عبر قنوات بي ان سبورتس في هذا الموعد المتجدد لمباريات التصفيات الخاصة بكأس الأمم الإفريقية والمؤهلة لكانيا 2021 بدولة الكاميرون، هنا تحديدا بوجامبورا، والملعب الذي سيستضيف بعد لحظات المباراة التي ستدور هنا بأرضية ميدان بعشب اصطناعي بين بوروندي والمنتخب المغربي الذي اكتفى بالتعادل في الجولة الأولى أمام منتخب موريتانيا ضمن المجموعة الخامسة التي يتصدر حتى الآن جمهورية إفريقيا الوسطى الذي فاز على بوروندي في أولى الجولات بهدفين مقابل لا شيء. مباراة مهمة جدا للمنتخب المغربي الذي يسعى للتعويض ما فات وتدارك النقطتين المهمتين المفقودتين في مدينة الرباط أمام منتخب موريتانيا. المباراة التي سيطر فيها طولا وعرضا المنتخب المغربي وخلق سيلا من الفرص، ولكن غابت النجاح الهجومية وغابت الأهداف وغاب الانتصار الذي فعلا كان ينتظره الجمهور المغربي بعد فترة طويلة، بعد فترة من الإعدادات وفترة من المباريات الودية تحت قيادة المدرب وحيد خليلوزيتش الذي خلف الفرنسي إيرفي رونار. هكذا هي الأجواء التي تسبق الانطلاق. ملعب صغير، هذا الملعب يسمى بإنتواري بالعاصمة البوروندية بوجامبورا كما قلت، العائق الأبرز بالنسبة للنخبة المغربية هي أرضية الميدان. اليوم تختلف تماما عن الأرض في مباريات دوري الأبطال التي تألق فيها وسجل هدفين في آخر امتحانات بروسيا دورتموند أمام الكونفدرالية وحتى على مستوى المنتخبات، بينما كورة وفرصة خطيرة بإمكان المنتخب المغربي افتتاح باب توندي عن طريق اللاعب ناصيري، يرفع كورة، المتابعة بالراس، يلعب الكورة المشاري في منطقة الجزاء، تسديدة ديامانت حذر من ترك المساحة. ديامانت يحاول المرور من اللاعب الشايري. أمر تأكد في كأس إفريقيا يلعب بطريقة دفاعية ويعتمد على المرتدات. هذه كرة عرضية، حكيمي ماذا سيفعل؟ حكيمي قدم الكرة الأمام، حكيمي ممتازة، ولكن الحكم يقول عدا المدافعين قبل أن تصل لحارسي المرمى جوناثان. كوسا والتسديدة، سدد ياسر مدى كرة يلعب عرضية، فرصة حكيمي، عندك الكرة يا حكيمي. إن لم يسجل مبكرا هناك خطأ بالفعل، ضربة حرة يعلن أن الحكم الصيني كان حذر من نايمان يعمل المراوغة، يدخل لمنطقة الجزاء، خطيرة هذه خطيرة، غانم سايس برافو، تمريرة من زياش، وزياش يدخل، زياش رائع يا زياش. أول حالة لم تكن بالموافقة مع الفريق الألماني، والآن يلعب رفقة نادي ديشون. رأسها تصل الكرة على الجهة اليمنى، إمكانية تسديدة جوناثان، تصل الكرة على الجهة اليمنى، دي فرصة العرضية في اتجاه رشيد. ديامانت يقطع هذه الكرة على يوسف نصيري، تصل للجهة اليمنى، حمزة منديل. الأسماء التي تنشط هناك طبعا هكذا هي الانتماءات، وهكذا يتأخر ثم يترك المجال لحمزة منديل. سيئة يا حمزة. يتقدم زياش، هنا عملية المناورة، تمرير، الفكرة ممتازة في اتجاه لاعب يوسف نصيري، لكن تماما والتصفيات أصبحت سهلة جدا. لماذا؟ لأن الأول والثاني يتأهلان بشكل مباشر لنهائي. المنتخبان الجارحان المنهزمان في الجولة الأولى، لذلك اليوم حتمية الضربة الحرة لفائدة المنتخب المغربي. الراسية مرة تالية، اليوسف نصيري في هذه اللقطة كان بإمكاننا أن نتابع أول أداء على الجهة اليمنى ناحية حكيمي، ماذا سيفعل؟ حكيمي عرضية، فتح المجال بشكل رائع ناحية فيصل، في خطأ واضح. نعم، العلوي سدد، جول للمنتخب المغربي. المتابعة وأي متابعة لهذه الكرة مشاهدينا الكرام، بعد الأولى للعلوي، المتابعة من نصير، ممن سنتابع لأداء مرة أخرى مشاهدينا الكرام. نصير المزراوي من تابع الدائرة الأيمن. قلت لكم بأن المعطيات اليوم هي في مصلحة المنتخب المغربي، وقلت لكم بأن الكرات الثابتة اليوم قد تكون حاسمة. نصير المزراوي هو من حسم بعد التسديدة القوية. قذيفة أرسل العلي ومتابعة من جوناثان، لكن يقتنص
يمارسها نصير المزراوي أمامنا على الصورة. أول أهدافه بالمناسبة مع المنتخب الوطني، أول الأهداف هنا بالعاصمة البوروندية بوجامبورا. نعم، جوناثان الذي قاوم كرة رشيد العليوي ولكن لم يقاوم هذا الحضور وهذا التواجد للاعب نصير المزراوي. شوف الإعادة، شوف الإعادة، بوم، سددة قوية ثم نصير المزراوي كان الأسرع، كان الأقرب يخطف هذه الكرة ويضعها في مرمى بوروندي. 1-0 للنخبة البوروندي. سننتظر ردة فعلهم، طبعا سننتظر ردة فعلهم. أول ردة فعل، استحوذ على الكرة بنسبة 75% ولكن دون أن يحرك وتحدى راموس. تلعب هذه الكرة، فكرة ممتازة بمقربة من المرمى، لذلك التمركز أنا أعتبره جيد، وهذا راجع للفوارلوي اللاعب الذين يمتازوا بالضربة الراسية. فالقائمة الأول يا زياش، لا نفسح المجال لبوروندي للتقدم أكثر. ركنية ميسي لاعب التعاون السعودي، تلعب هذه الركنية. المتابعة ضيعت أنصيري، ماذا ضيعت إمكانية الجول، إمكانية الجول. أخيرا يا أنصيري تسجل الهدف الثاني. جول بعد لعبة جميلة وبعد هجمة منسقة يختم يوسف أنصيري بالهدف الثاني. سدد الأولى وسدد الثانية والثالثة كانت ثابتة. سنتابع الإعادة مرة أخرى. فرحة المدرب وحيد وكذلك مصطفى حجي بعد هذه العملية المنسقة التي ختمها يوسف أنصيري بهدف الثاني. سنتابع هات الصورة، هات الإعادة. الكرة الأولى الضائعة والثانية كانت في المرمى. يا يوسف يا أنصيري، قلت لكم بأن دفاع البوروندي فيه الكثير من الهفوات والكثير من الأخطاء، وكذلك واحدة من نقاط ضعفهم حارس المرمى يتم استغلالها على أفضل نحو من طرف اللاعب يوسف أنصيري أمامنا على الصورة. أنصيري يسجل 9 أهدافه مع المنتخب المغربي، بينما هناك تبديل اضطراري في هذه اللحظات. شوف كيف انطلقت الكرة منك يا حكيمي. حكيمي يرفع على القائمة الثانية. سلام الراس، وطبعا خاصة بين وسط الميدان والهجوم في الكثير من التكامل. ياسين بونو، دورك يا ياسين. نعم، ياسين بونو الذي لم يختبر على زياش. حذاري من التسديد بعيدة. هذه التسديدة يضع نقطة نهاية الشوط الأول بتقدم المستحق للمنتخب المغربي. هدفان مقابل لا شيء. المسجل نصير المزراوي الذي دون أول أهدافه بالمناسبة بقميص المنتخب، ثم يوسف أنصيري اللي تابع كرة رائعة قبل 6 دقائق من نهاية الجولة الأولى. برافو للاعبي المنتخب المغربي. يتمنى تأكيد هذه النتيجة في الشوط الثاني. مشاهدينا الكرام، شكرا لكم على المتابعة. الكلمة ستعود لزميل ماجد الشجعي في الاستوديو التحليلي بعد فاصل، على أمل أن نلقاكم مع انطلاق الشوط الثاني إن شاء الله. منطقة إجازة، إمكانية التسديدة، تسديدة كم كانت راية. الركنية عن طريق لاعب فيصل فجر الراسية على القائم الأول. فجر دائما، فجر زياش يرفع، زياش مرة جانبية، قامات طويلة. لا اللاعب غانم سايس ولا زوير فضال ولا الأمور تحت السيطرة حتى الآن. تلعب هذه الركنية على القائم الثاني ولكن بعيدة تماما. إلى تلعب الكرة يوسف أنصيري، يتحول إلى الجهة اليمنى، يلعب هذه الكرة في العمق في اتجاه لاعب حكيم زياش، وحكيمي كجناح وليس كدائرة أيمن. تلعب هذه الكرة مرة جانبية. رقم من حكيمي، ماذا سيفعل حكيمي؟ العرضية، فرصة، هدف ثالث يضيع. يعمل الضغط اللازم غانم سايس. برافو سايس، ولكن الحكم السنغالي يقطع واقتنص هذه الكرة وسجل أول أهداف المنتخب المغربي. وبالمناسبة هذه الكرة على الجهة اليمنى ناحية لاعب نوك، يرفع داخل منطقة الجزاء ولكن عالية بعيدة تماما. جوناثان هدأت الأمور نسبيا من عناصر المنتخب المغربي. ممتازة. حكيمي وضعية التسلل، حكيمي في وضعية التسلل. راي مرفوع وطني للدود عن المرمى. ياسين بونو، سهلة ياسين. أنصيري ممتاز. أنصيري ماذا سيفعل؟ أنصيري سدد، كنت زياش يسدد. زياش غير معقول. هدف ثالث يضيع. تلعب في الدوري الإيطالي، نعرف أهمية أنك تلعب في الدوري الإيطالي مع الكبار. وأمام صوبا كامصوبا مكان أميسي محمد إلفيس كامصوبا أنه يبني الهجمة وغير قادر أنه يمشي من وسط الميدان وغير قادر. المهم أنك تتصدر هذه المجموعة طبعا في انتظار مباراة موريتانيا في هذه الدقائق لعناصر البوروندي. الراسية مرة عالية، ماغيت يعطي الإشارة. تلعب هذه الركنية، المتابعة براسية كما هي قوية اليوم في الجهة اليمنى. هذه الكرة العرضية والمتابعة بعد ذلك. هناك على الرواق الأيمن لعناصر
المنتخب البوروندي. يرجع في النتيجة، ترجع كرة مرة أخرى لفائدة منتخب المنتخب المغربي. لا ننسى بأن هؤلاء اللاعبون خاضوا 3 لمسات 4 لمسات بين منطقة سريعة. فرصة 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 وجول. هو جول هو جول هو جول. روعة يا حكيمي روعة يا حكيمي. أي طريقة هذه وأي انطلاقة هذه وأي تسديدة هذه. ذكرتنا بتألقك في ليلة الأبطال، ليلة النجوم مع المارد الأصفر بروسيا دورتموند. الانطلاقة من أروع ما يكون، والتسديدة كذلك من أروع ما يكون. الكرة تستقر في المرمى. اليوم يومك يا حكيمي، واليوم